السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي في كل مكان في الدنيا، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ان شاء الله يا رب ما نحرم منكم ابدا ولا تتحرموا مني ابدا ابدا ابدا. بصوا النهارده عملت لكم بقى ايه الحاجة اللي انا كنت مستنياها وبقالي فترة الصراحة. بصوا يعني الحمد لله رب العالمين، الف حمد وشكر لك يا رب. قاعدة كده فجأة، بس بعد خناقة يعني بعد خناقة وكده. فقال لي قومي البسي بقى المفاجأة بقى اللي كان مجهزها لي وكده، قومي البسي. بقول له هنروح فين؟ قال لي قومي البسي هنروح نجيب بقى الحاجة اللي انت ايه اللي انت عايزاها. تمام، كان اجازته وكده. فلبست كده ونزلت انا وهو. طبعا جبنا ايه؟ جبنا الديب فريزر. طبعا انا كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات، خمنوا بقى ان احنا الفيديو الجاي هنعمل ايه. بعد ما قال لي ومش رجع قال لي لا ومش لا. وانا عايزه اقول لكم الاسعار كل مادة في الزياده. عايزه اقول لكم الديب فريزر ده يمكن بقالي سنتين وزياده من قبل ما افتح القناه وانا عايزه اجيبه. كل مره بصوا تحصل حاجه كده تخليني اوقف المشوار ده. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم قبل عن كده انا ما بحبش لحوم التلاجة نهائي. انا عايزه اقول لكم لحمه العيد الكبير وكده انا ما دقتش اي حاجه منها نهائي نهائي نهائي. لان انا اصلا ما باكلش لحمه الفريزر وفراخ الفريزر والكلام ده. انا ما بحبش ان انا يعني اجمد حاجه من الحاجات دي الا لو كنت مضطره ليها. يعني لو مضطره ليها زي بتاعه العيد الكبير، زي لحمه العيد الكبير مثلا، حاجه جايباها من البلد كنت ولا حاجه، فبيبقى غصب عني مضطره ان انا اشيلها في الفريزر. تمام تمام. فهو ما كانش يعني ذات اهميه قوي ليا. يعني كانوا الاولاد لسه صغيرين وما كانتش لسه متطلبات الحياه او الزمن او ما كانش الحاجه بتبقى. لكن دلوقتي بص عايزه اقول لكم بسم الله تبارك الله ما فيش بركه مفيش بركه في اي حاجه. فبصوا يعني لما الواحد كده يجيب شويه حاجات والله العظيم ويخليهم كده في بس اللحوم برضو والفراخ انا ولا الاسماك ما بفضلهاش. في ناس كتير من الناس اللي بتبقى موظفه وكده ومش فاضيه والكلام ده كله، على عيني وعلى راسي لان دي ظروف شغلها وكده. لكن انا زي ما انتم عارفين انا موجوده في البيت وتمام ومفيش حاجه، فبحب ان انا اعمل حاجتي يوم بيوم. يعني بحب ان انا اجيب الحاجه طازه وكده. بس فالمهم نزلنا كده بدون رغي وكلام كتير، نزلنا جبنا الديب فريزر ده. انا ده اللي انا كنت عايزاه، كنت عايزاه فريش الصراحه. يعني انا اللي حبيت ان انا اجيب شركه فريش. الجماعه عندنا كلهم في البيت، اذا كانت اختي ولا مرات اخويا ولا كله عندنا جايبه الصراحه اللي هي ماركه فريش في الديب فريزر. وقالوا لي ان هو حلو وجميل في استخدامه. تمام. طيب الصندوق افضل ولا الادراج؟ انا بالنسبه لي الصندوق. هما جايبين الصندوق. الادراج اول حاجه سعرها اغلى طبعا بكتير. تاني حاجه هي منظمه، بتنظم لك كل حاجه بس ما بتشيلش. اما الصندوق بيشيل كميه حلوه. طيب المقاس اللي انا جبته ده او الحجم اللي انا جبته ده، جبته اللي هو كام؟ جبته اللي هو 190 يا بنات. دي طبعا يعني الحاجه اللي هي بتاعه الارشادات العامه او الحاجات اللي هي بتاعه التشغيل. الحاجات يعني الارشادات اللي انت بتمشي عليها، يقول لك ما تعمليش كذا او اعملي كذا او الكلام ده كله. طبعا دي شط ضمان واداه اللي هي الكحت او الحاجه اللي هي بتاعه التلج وكده اللي بتبقى موجوده جوه الصندوق. طبعا جبنا اللون السيلفر بتاعه، كان جواه برضو العجل محطوط كده في كيس. هو طبعا ما فيهوش ليد. المقاس ده اللي هو 190 ما فيهوش ليد. عايزه اقول لكم ان الديب فريزر ده ما تعرفوش اسعاره كانت في الاول عامله ازاي. تعالوا دلوقتي شوفوا سعره عامل كام. المهم احنا رحنا فين او جبناه منين؟ جبناه من شارع عبد العزيز في وسط البلد. سعره عامل كام؟ عامل 6500. عامل 6500. تمام تمام. بس جبت اللون السيلفر، كان فيه غالبا الابيض لان الراجل بيقول لي والله انا فضيت لك يعني في المخزن بتاعهم وكده دورت لك على كتير علشان كان في اللون الابيض وفي السيلفر. لان انا عارف انك انت هتقولي. قلت له انا نسيت ان انا اقول لك انا عايز السيلفر، بس كويس انك انت افتكرت. لان انا بحب الصراحه اللون ده وكده في الديب فريزر. بس فالمقاس ده انا بالنسبه لي يعني انا حاول معايا نصر ببصوا بشتى الطرق ان احنا ناخد المقاس الكبير وكده. قلت له لا انا مش عايزه الا المقاس ده. انا الصراحه جايباه علشان لو انا حابه ان انا اخزن مثلا فاكهه فيه، العصير كل سنه وانتم طيبين بتاع رمضان، كام شهر اللي فاضلين بتوع رمضان دول، اللي حابب ان هو يخزن اي حاجه هم في الكام شهر ده. اذا كان شغلنا احنا في اليوتيوب او شغل اي ست بيت طبعا او موظفه او كده، يعني بتفضل اللي هي الكام شهر دول اللي قبل رمضان كل سنه وانتم طيبين
عايزه بص تخزني فيه اي حاجه خزني يعني في التوقيت ده. عايزه تحطي ملوخيه، الباميه، ورق العنب، طبعا الطماطم طبعا عشان سعرها بصوا في السما هاي، فمحدش هيقدر يخزنها دلوقتي. الطماطم لسه هنستنى عليها طبعا شويه. طب المكان او الحجم ده جبته ليه؟ بصوا يا بنات، فاكرين هنا كانت الكراتين بتاعه الجهاز وكده، انا طلعتها طبعا فوق، قفلت الروف فوق وطلعتها فوق وخليته هو هنا. ما حبيتش ان انا احطه. طب يا اماني ما حطوش في المطبخ ليه؟ لا انا عايزه اقول لكم التلاجة في المطبخ سخنه مولعه نار، واحنا ما بنقدرش نفتح الشبابيك بتاعه البلكونات. انا عندي بتاع المطبخ، انا عندي شباك كبير جدا في المطبخ بس ما بقدرش افتحه، بتخاف لا ادخل يعني معلش في الكلمه فار، ابراص، اي حاجه من الحاجات دي ممكن تدخل لي من شباك المنور. فاحنا بصوا بنبقى واقفين وخايفين، يعني وقت ما بنحمر حاجه وكده بنبقى واقفين وخايفين. المهم حطيته في المكان ده وشغلته وحطيت ازازه تلج فيه وجربت التلج بتاعه والحمد لله تمام وزي الفل. بس طبعا اليوم اللي جبت فيه الديب فريزر راح ناصر جاب لي الصراحه كرتونه مانجا، قال لي تعالي بس كمان ايه ده، انا كمان هدلعك هدلعك وهجيب لك هديه الديب فريزر. يعني دي انا كنت جايبه كرتونه قبل عن كده، كنت عاملاها معاكم في التخزين بتاع رمضان. قال لي لا تعالي كمان انا هجيب لك ايه، هجيب لك كرتونه كمان تاني، دي هديتي انا بقى ايه للديب فريزر. قلت له ماشي يا عمي تشكر وكتر وكتر الف خيرك. بس انا عايزه اقول لكم والله كنت من قبلها فعلا متخانقه معاه، لان يقول لي كل يوم النهارده بكره، النهارده بكره، النهارده بكره، وانا عارفه ان الاسعار بصوا يعني. قلت له بص طالما الخضار والحاجات دي رفعت والحاجات دي رافعه ومش هتنزل خلاص، مش هتنزل تاني. الحاجه اللي هتبقى بعد كده هتبقى سعرها في السما، مش هعرف اجيبه تاني دلوقتي. انا بقول لك اهو هتلاقي سعره زاد وانت حر بقى، حط بقى الزياده براحتك بقى. بس بعد ما اتخانقنا وكده جه تاني يوم بيقول لي خلاص تعالي البسي يلا وتعالي هنروح اجيب لك الديب فريزر وكده. انا كنت سائله عليه برضو الاسبوع اللي فات، يعني انا من الاسبوع اللي فات وانا عايزه اجيبه كده. بس فالحمد لله يعني لقيت حوالي 150 جنيه زياده. هو كان عامل 6.5، بس احنا الراجل اللي رحنا له قال لنا 6650. قلنا له لا احنا سألين عليه كان بالسعر الفلاني، وهو الصراحه اداهولنا بالسعر يعني بالسعر ده. بس فجبناه يعني الحمد لله، حطيناه في العربيه عندنا، العربيه بتاعتنا، وجبناه يعني معانا وجينا، يعني ما خدناش عربيات ولا حاجه. بس فقال لي تعالي بقى انا ايه هجيب لك جوافه. جاب لي جوافه بس الجوافه ما لحقتهاش التتار اللي عندي خلصوا عليها، ما لحقتش الجوافه. المانجا عايزه اقول لكم كان بقالها 3 ايام، لان الفريزر اول يوم الراجل قال لي لا لازم تثبتيه وتحطيه في مكانه حوالي 5 أو 6 ساعات، ما تحركيهوش من مكانه كده. فما كانش ينفع ان انا اشغله اول يوم. جيت تاني يوم شغلته لقيت الفيشه بتاعته قصيره قصيره يا دوبك متر بس، فجبت له مشترك وكده وسبت الازازه. قال لي ما تحطيش فيه حاجه، يعني حتى لو شغلتيه تقعدي برده كام ساعه ما تحطيش فيه حاجه، يعني الا ازازه ميه بس تجربيها عشان خاطر الريحه وكده، يعني ما تحطيش اكل وكده. فالمانجا قعدت بصوا ده كان اليوم الثالث، عارفين لو صبرت عليها شويه تاني كانت هتبوظ، وغير انها كانت هتبوظ ما كنتش هلحقها، العيال كانوا هياكلوها كانوا هياكلوها فما كنتش هلحقها الصراحه. بس فشلت يعني شلت المانجا. انا كنت سايبه، انا كمان كنت سايبه لهم، انا عايزه اقول لكم انا كنت سايبه لهم كمان يعني كانوا الكرتونه دي وكانوا كيسين كده كنا ماسكينهم في ايدينا. الكرتونه قالوا لي ايه، يوسف بيقول لي ايه انت يا ماما خدي الكيسين وسيبي لنا احنا الكرتون سيبي لنا احنا الكرتون بس. فالمهم انا اديتهم كده الكيسين اللي انا كنت حاطه فيهم، يعني اللي كان فيهم المانجا، وكان في كيس كمان تالت كان فيه الجوافه. دول هم اللي اكلوهم يعني الف انا وشفا. وقعدت بقى الكرتونه بتاعتي دي، فتحسوا ان المانجا يعني ابتدت كانت تطرى شويه، او فيها حتت كانت ابتدت تغمق شويه اهي. فالحمد لله قلت كده كفايه، الحق بقى ان انا ايه افرزها كده، اغسلها واشيلها كده في الاكياس. انا عملتها قبل عن كده معاكم وشفناها في الفيديو اللي كان مش فاكره قبل ده ولا اللي قبليه، مش فاكره بالظبط، يعني في التفريزات بتاعه رمضان. هي سهله، احنا بنشيلها كده افضل واحسن طريقه للمانجا. يعني انا حتى شاهده بتقول لي يا ماما يا ماما يعني قشريها واعمليها زي ما انت كنت بتعمليها. قلت لها لا انا هخليها كده عشان المانجا ما تسودش وتبقى حلوه. وبعدين انا الحمد لله خلاص بقى عندي مكان. الكلام ده الناس بتعملها كده علشان خاطر يعني ما يكونش في مكانه كده. بس يعني الناحيه التانية الصراحه اسهل، انت يا دوبك بتطلعي العصير على شفشق الخلاط على طول وبتضربيه. لكن دي لسه برضه هتضطري انك انت تقشري او تقطعي. بس عايزه اقول لكم لما بتحطيها بقشرها
تعمل لك كميه عصير كبيره، غير ما انت بتقشري انت بتهدري في القشر وفي المانجا بيبقى كتير، لكن بقشرها الصراحه بيبقى افضل. المهم جبت كده قماشه ما كنتش عايزاها، مسحت كده المانجا مسحه كويسه، وعبيت بقى على قد ما احنا هنشرب او على قد ما انا عايزه في اكياس التلاجة بس. وجيت هنا فتحت الديب فريزر وبدات ان انا احط المانجا بتاعتي، اللي انا لسه عاملاها في مانجا تاني اللي هي في الفريزر بتاع التلاجة لسه هجيبها، بس انا حبيت احط المانجا اللي هي لسه ما اتجمدتش احطها في الديب فريزر هي من تحت الاول، وبعد كده ابقى اجيب انقل الحاجه اللي في الفريزر عندي في التلاجة اجيبها واحطها فوق المانجا دي بس. وده كان الفيديو بتاع النهارده. عايزه اقول لكم ان المتابعه اللي كانت متابعه معايا وقالت لي اكيد هتجيب الديب فريزر، ربنا يخليك لي يا حبيبه قلبي، ويشفي لك حماتك يا رب، ويشيل عنها ويشيل عن كل امهاتنا يا رب، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين، ويشفي كل مريض ويشفينا يا رب. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.